بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم دلوقتي عن طريقة فبركة الفيديو ازاي اتعملت. طبعا الهدف منها ان شخص اخترق بروفايل ادمن اسرة فلاش، وخد كلام وركبه على بعض بحيث ان هو يطلع كلام فيه تشهير بناس، وده اللي يهمنا ان احنا نبرأ الناس ديت وفي نفس الوقت نبرأ اصحابنا. وفعلا كان ثبت ان هو حصل حالة فبركة منهم. دوت البوست اللي كان موجود في رسائل محمد زيدان قبل ما الشخص ده يفبرك. طبعا بروفايل فتحي هو اللي اخترق. فبروفايل محمد زيدان كان مكتوب كده: اكيد مش انت هي اللي كانت معاك عند امل حشيش النهارده لجنه اجتماعيه، انت يا ابني رد الكلام ده. بص بقى كده، لو احنا جينا نشوف الكلام اللي هو عامله، اللي الشخص ده عامله: اكيد مش انت هي دي البت اللي اسمها مروه اللي كانت معاك وعند امل حشيش. معنى كده ان هو عمل ايه؟ ان هو غير كلام في الموضوع. فانا كده ظهرت عندي حالة فبركة ان هو ذكر اسم بنت مع ان هو ما كانش بيتكلم عن بنت. تمام. وبالتالي او يعني جاء الكلام بقى بعد كده ايه؟ الكلام تحت هو عايز يكمل الكلام تحت، يعني في كلام بقى ان يعني ان هي كانت بتزعق لهم او كده. فطبعا دي حاجة مش كويسة يعني. فالشخص ده حب يوصل رسالة بان هو زود اسم هنا، هو بعد كده خلاهم يغلطوا فيها تحت. مع ان هنا لو احنا جينا شفنا الكلام الكلام وقف ان هي ايه لحد هنا. تمام. طيب، ده بالنسبة لحالة الفبركة. طيب، عشان اعمل حالة فبركة او عشان افبرك فيديو زي دوت ممكن اعمل ايه؟ يكفي بس عشان اخلي اي حد يكلم التاني ان انا اخد صورة الشخص كده، واخد صورة الشخص مثلا وليكن على بعض. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ سي ان انا عايز اعمل كونفرسيشن بين احمد زيدان وبين بروفايل تاني ليا كده. تمام. وبين بروفايل تاني ليا وليكن محمد هشام. دوت اعمله ازاي؟ يكفي ان انا اكون بعت رسالة لنفسي باسم محمد هشام اهو. فانا بعت رسالة، اروح واخد عامل برنت سكرين للصفحة دي واروح حاططها في الفوتوشوب. فايل، نيو، كده، كنترول في كده. انا خدتها حطيتها في حل تاني. ايه؟ ان انا ادي محمد هشام اهو، اروح باعت له كل اللي انا عايزه. وليكن مثلا انا هبعت كده: ازيك يا محمد، ازيك يا محمد. انا كده بعت اخبارك ايه. تمام. الحمد لله انا كويس يا احمد. لاحظوا ان انا كنت هعمل احمد. تمام كده اهو. بصوا كده. تعالوا كده بقى نفبرك الصورة دي، او ناخد برنت سكرين ونروح فاتحين شاشة. فايل، نيو، اهو، كنترول وفي. انا هشيل كلمة محمد هشام خالص كده اهو، واروح جايب صورة احمد زيدان اللي كنت عاملها او اللي كنت حاططها. ثانية. اروح جايب صورة احمد زيدان وعامل برنت سكرين كده اهو، واروح حاططها فين؟ فايل، نيو، كده اهو، كنترول في كده. انا جبت صورة مين؟ احمد زيدان. مجرد ان انا هروح قاطع الصورة ديت كده، كنترول سي، وحطها هنا كده: ازيك يا محمد، اخبارك ايه مثلا. رحت عامل كده اهو، كنترول في. بس بقى مين اللي بيكلمني؟ احمد زيدان. عايزين نحط كلام هنا بسيط، مفيش اسهل منه. تعال
فينك يا عم احمد، فينك يا عم الحاج. بلاش احمد لان احمد هو اللي هيبعت الرسالة. عارفين انا هعمل ايه؟ هاخد دي كده برنت سكرين برضو اهو، برنت سكرين، واحطها هنا اهو، فايل نيو بيست كنترول في. كل ده عشان يبقى نفس الخط. راح واخد كلمة فينك يا عم الحاج، مكبر الشاشة كده اهي، واخد كلمة فينك يا عم الحاج اهي كده اهي كده، واروح مطلعها ناقلها فين؟ هنا كده بالمنظر ده اهي، نزلت كده، واروح مرتب مكانها كأنها موجودة تحت مين؟ تحت دول بالظبط اهو. سبحان الله، انا ولا احمد كان فاتح، ولا احمد كان فاتح، ولا اي حد كان فاتح. وعملت ايه؟ عدلت الاكونت. لو انا عايز اعمل اهو كنترول وسي، اعمل اعمل دوبليكيت لاير ديت اهي، دوبليكيت لاير، واروح مطلع دي كده احمد، احمد زيدان، واروح اعمل علامة كده اهو، واروح اعمل ديليت كأن احمد زيدان هو اللي بعت لي اللينك دوت. عايزين نكمل الكلام ده فوق، نروح عاملين كده اهو، واخدين حتة من المربع دي كده اهي، عاملها كنترول وسي اهي كده، عاملها كنترول وسي وكنترول وفي، تمام. وبعد كده اخد صورة احمد زيدان تاني بدبليكيت لير تانية اهي، دبليكيت لير تانية، واروح حاططها كنترول زد كده معلش، واروح حاططها فين؟ هنا اهو، واروح حاططها تحت مين؟ كأن احمد زيدان هو اللي كان كاتب الكلام وهو اللي كان باعت الرسالة. بس بنفس الميكانيزم ممكن افبرك اي فيديو. خليت فيه اتنين ما كانوش بيكلموا بعض خالص بقوا بيكلموا بعض. المغزى من الكلام ده كله، والله انا مش ببرع حد، بس انا بقول ان فعلا احتمال التزوير وارد وممكن يحصل. وعشان كده نستنى ونسمع رواية الناس كاملة قبل ما نخلص او قبل ما نشوف الموضوع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، يا رب يعني ينفعكم بالموضوع دوت ويصبر الناس. طيب لو انا عايز افبرك اي واحد اي بص من دوت مثلا، واخلي اتنين تانيين خالص هما اللي كاتبينه، اعمل ايه؟ اول حاجة نروح واخدين نفس الكلام برنت سكرين، ونروح حاطينه في الفوتوشوب، فايل نيو، ونروح حاطينه كنترول في. ادي البوست. كل اللي انا هعمله ان انا هخلي المساحة دي لونها، هخلي المساحة دي كده لونها بنفس لون نفس لون المربع كده كده كده. طيب هكتفي بكده؟ لا طب، ما هتعمل ايه؟ بالفرشة كده، واروح ماسح دول كده اهو. ها، عايزين احمد يقول لي ايه بقى؟ يشتمني يقول لي ايه؟ اي حاجة. مش ممكن ما يشتمنيش، ممكن يجاملني مثلا اه مثلا اه. ها، اي حاجة انتوا عايزينها سهلة خالص. نكتبها ازاي؟ اكيد طبعا مش هنكتبها بالفوتوشوب، امال هنعمل ايه؟ هنروح داخلين على الفيس كده وعاملين وكاتبين مثلا في اي حتة كده غريب جدا يا اخي فعل حاجة مستفز مثلا يعني. ادي حاجتين اهم. واخد برنت سكرين، واروح داخل على الفوتوشوب، فايل نيو، اوكي، كنترول في،
واروح واخد دي كده اهي، اعمل ايه؟ كنترول وسي، وحاططها فين؟ في المربع الفاضي اهو كده اهو. فجأة سبحان الله احمد بقى بيقول لي حاجة تانية، لا، واروح انا حاطط مكان كلامي كده اهي، كنترول وسي، كنترول وفي اهي. بالنسبة يعني الكلام ده انا بعمله ليه؟ الكلام ده انا بعمله عشان حاجة واحدة بس، عشان في ناس بتقول لي هل انت مقتنع ان ده ممكن يكون فبركة، ده منظر فبركة؟ مش ممكن دقة الفبركة كده. طب في حاجة كمان، جاب التواريخ منين؟ اقول لك جاب التواريخ منين. اسهل حاجة في نظام التايم لاين ان هو بيجيب لك بالشهور، يعني هات لي من شهر مايو هيجيب لك من شهر مايو، هات لي من شهر ابريل هيجيب لك من شهر ابريل. تجيب انت شهر مايو وتختار يوم معين كنت كاتب فيه بوست مثلا، او شهر يوليو وليكن الوقت ده الساعة كذا، وتروح ناسخ الوقت ده كله كده، عامل برنت سكرين برضو ومغير اهو اف ان برنت سكرين، ومغير ترتيب التاريخ خالص. نقفل ده خلاص مش عايزينه اهو. فايل نيو اوكي، كنترول وفي، واروح واخد التاريخ بكلمة لايك كده اهو، كنترول وسي، واروح ماسح دي كده اهو، واروح عامل كنترول وفي، واروح حاططها هنا بس خلاص، مفيش اي مشاكل. اخد دي كده اهي، اروح مسحها كده اهي، بس خلاص. كنترول سي، كنترول في. فبالنسبة للناس اللي بتقول مش ممكن الفبركة، لا، الفبركة ممكنة جدا وممكن يتعمل بيها حاجات كتير. وبالتالي انا مستني، انا عن نفسي شخصيا مستني اسمع الكلام. وطبعا اخواتنا يعني اللي اتكتب في حقهم الكلام ده مبرئين تماما، و... ويا رب يا رب ينتقم من اللي عمل كده، وحاول يفضحهم او حاول يوقع دفعة كاملة في بعضيها، واحنا مش عارفين ليه، يعني هو عايز يعمل كده. طيب اخر حاجة بس، هقول لكم طريقة ازاي نعمل ريبورت للصفحة، بس بعد ما تكونوا اقتنعتوا بكلامي. طريقة عمل الريبورت كده، فلاش فاميلي ايه ده، وقعت ولا ايه؟ شوفوا حلو قوي. لا، فلاش فاميلي، تروحوا داخلين عليها وجايين هنا عاملين ريبورت بيج. انا عامل ريبورت يعني، بس انتوا تخلوها ريبورت بيج مثلا هيت سبيتش، لان هو طبعا حاطط كلام يعمل بلاوي، فتبلغوا على ان هي هيت سبيتش. تمام كده. ده بالنسبة لطريقة عمل فبركة رسايل، طريقة فبركة فيديو، وازاي نعمل ريبورت للصفحة. يا رب اكون قدرت اعمل حاجة مفيدة، ويا رب يوفقني ان ويا رب يظهر الحق يا رب. السلام عليكم.